تواصل وزارة الشؤون الدينية التمديد في قرار الغلق الكلي للمساجد لمدة 3 أسابيع انطلاقا من تاريخ 15 من نوفمبر 2020. هذا القرار استنكره المجلس النقابي لأئمة وإدارات المساجد، وأصدر بيانا أكد فيه اعتزامه رفع قضية استعجالية لدى المحكمة المختصة لإلغاء قرار غلق المساجد، ووصفه المجلس بالقرار الجائر. كما استنكر المواطنون بولاية صفاقس هذا القرار وعبروا عن استيائهم منه بعد رصد آرائهم. ماذا بينا يفتحوا من المساجد، بالاخص المساجد. يا اخي هذا الكل هما ما هماش واعيين، الناس الكبار بروحهم بان هما الكورونا مثلا يدخلوا المساجد مش تجيهم. تو نتسائل المساجد علاش مسكره لحد الساعه؟ تو القهاوي تخدم 4 نتاع العشيه مثلا، القهاوي فيها تو ثم موفمون في القهاوي مش بالعكس، الجامعه نتصور انا ثم نظام اكثر من القهاوي. وبرسيب حتى الجامعه الناس تصلي على روح، هذه شعائر دينيه والناس عندها الحق باش تصلي في جماعه بنظام، عامل بروتوكول صحي نتاعك. انك تسكر المسجد العباد نهار الجمعه، حتى العباد ما هيش فيرا نهار الجمعه. انا نهار الجمعه نسيتو بالحق. تحس انك معناها حاجه فما هكا رونق، حتى العباد تحيا. صدقني العباد في صلاه الجمعه تحيا. انا ضد غلق المساجد. علاه توا هذه اللي حاضر بها المساجد تغلق والخمرات تفتح. معناتها كان المساجد اللي فيها المرضى، وبالعكس المساجد كما كان يحكي السيد بكري، الناس تطبق في القانون وتجيب في السجازات نتاعها والكمام نتاعها، امورنا واضحه ما تم حد شيء. وكما قال لك هو الدعاء وين يجي الدعاء في الجامع، هذا ابتلاء بسالنا ربي باش ندعو ربي، هم يسكروا فيهم. ثم ناس تستاد، اول حاجه يخموا فيها ان تسكين المساجد. انا نرى من الاصلح ان يحلوا الجوامع والمحافظه بين حتى المصلين وبعض على بعضهم محافظين على البروتوكول اكثر من الناس اللي نشوفوا فيهم في الشوارع اكثر. ايش بيحلك في القهوي ويحلك في البيران ويحلك هذه جوامع لازم تحل. اما ثم هنا شنو ثم التواصل يبعدوا على بعضهم شوي. علاش يا خويا نقعدوا محرومين من الجوامع يا خويا؟ فبس المساجد كي يسكروهم اكثر الناس منضبطه في المساجد، والاطارات المسجديه منضبطين وقاموا باجراءات معناتها تطبيق الاجراءات الصحيه بتاع الكوفيد 19 معناتها لابعد الحدود. والمصلين اكثر الناس معروفه اللي هي في الانضباط بتاعها، في التباعد، في لبسان الكمامات بتاعها، في كل شيء. اليوم نجيو نلقاو احنا القانون بتاع الكوفيد هذا يطبق كان على المساجد، هذه نقطه استفهام كبيره. في السياق ذاته أطلق رواد الفضاء الأزرق فيسبوك حملات ينادون فيها بفتح المساجد وينددون بقرارات الوزارة، ونددوا بالمساس من شعيرة الصلاة في المساجد. يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أصدر قرارا بغلق المساجد في آخر خطاب له ضمن الإجراءات الأخيرة للتوقي من الكورونا وتصديا لمجابهة الفيروس وتقليص العدوى المجتمعية.